في واحد بيقرا قرآن، راح المتحف يقرا قرآن. تمام، هو بيقرا قرآن والموهبة بتاعته ان هو بيقرا قرآن، فراح المتحف، دخل المتحف قرا قرآن. في ناس بقى بدماغة ما اعرفش دماغهم فيها ايه، ما اعرفش ملحدين ولا في دين ابوهم ايه، داخلين اللي هو ازاي تقرا قرآن وتجيب سيرة فرعون في المتحف. انتوا داركين المصيبه، يعني اللي هم خايفين على مشاعر فرعون اللي هو الملك المصري القديم من ايام الفراعنه. تمام، وبينتقدوا الشاب عشان قرا الايه اللي فيها فرعون. انت ازاي تقول ان فرعون بيتعذب في المتحف اللي فيه فرعون؟ ازاي بتقول كده؟ فانت كده بتضرب السياحه وكده بتضرب الدنيا وكده. في كلام كتير وتعليقات كتير هقرا لكم بعضها واستغربوا معايا على العقليات اللي بقينا فيها، وعلى الفكر اللي بقينا فيه، وعلى السذاجه اللي مش فاهم والله. اتفضلوا بس شوفوا الفيديو. ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله. ده طبعا الشاب بعد ما قرا، في حد خد الفيديو نزله كتب عليه كلمتين، الشاب ده لازم يتقبض عليه ولازم كلام كتير قوي كده. تعالوا بس انا نزلت في التعليقات، شوفوا مثلا واحد زي ده بيقول ايه. بيقول هو المتحف العظيم ده ما فيهوش شرطه او امن او اي حد يحافظ عليه من الارهاب. الشاب ده بقى ارهابي عشان قرا الايه اللي فيها فرعون في المتحف. والتطرف، يعني عاملين متحف ابهر العالم كله وناسيين نحافظ عليه شكلنا ايه قدام الاجانب اصلا. مش عارف ايه، بترعبهم من المسلمين المتشددين اللي مجرد ما حد منهم بيقول الله اكبر بيهربوا. فما بالك واحد واخد راحته وبصوت عالي ومزعج بيقرا قرآن وآيات تحض على كراهية هذا الحضارة بدون فهم. والغريب الشباب اللي حواليه نازلين تصوير فيه وليس في التماثيل اللي اي انسان طبيعي جاي المتحف عشان ياخد صورة للذكرى. يا ترى امتى هنفوق من غيبوبة؟ ده مش عارف اسمه ايه، انا معرفش ايه ديانته ده. تمام، ومعرفش ده بشر ولا مش بشر. وزعلان ان حد بصور قارئ قرآن كريم وسايب التماثيل اللي بقى لها سنين. زعلان ان الناس جايه وبيقول ان القرآن الكريم هيطفش الناس وصوته مزعج وصوته وحاجات كتير قوي ما تعرفش ده دماغه فيها ايه. البيه التاني بيقول يرجع بلده، يمشي من هنا طبعا ويقرا قرآن هناك. اخرجوا كل هؤلاء الاغراب من بلادنا فهم فتنه لجعل مصر مثل فتنه في ايه؟ واحد قرا آية قرآن بقى ايه بقى فتنه في. واحد بيقول ايه ازاي سومه بتقول ازاي الامن سايبه زي ما ابوكي سايبك تغلطي في الناس كده. واحد تاني ايمي بتقول المتاجره بالدين في ابها صورها لو كان قرأ باحترامه وهو قاعد في بيته كنا هنشجعه، انما هو ينزل يقرا لا يبقى كده. ده حضرتك القرآن بيتقرا في اي مكان، والراجل بيبقى عنده موهبه فحابب الناس تسمعه. هو ما بيقراش القرآن عشان ينفر الاجانب ويخوفهم ويرعبهم ويعملهم بس مش رايح يفجر نفسه. ده هو بيقرا قرآن لعل وعسى حد قلبه يرق الحل يتشهر يتعمل. هو الناس دي بتقرا قرآن في الشارع في البيوت في الاماكن في اي مكان في الدنيا بتقرا قرآن. تمام، مش بيعمل حاجه غلط. واحد تاني بيقول ايه التصرف ده غير مسموح ومش لايق على مكان سياحي. زي ايه اللي غير مسموح؟ قراءة القرآن الكريم غير مسموحة في مكان سياحي؟ مين قال كده؟ قراءة القرآن الكريم تشرف اي مكان في الدنيا، تشرف اي حد في الدنيا، تشرف اي حد مصري. قراءة القرآن الكريم بعيدا طبعا عن متاحف وبعيدا عن الحضارة وبعيدا عن كل شيء. ده الدين يا جماعة. انتوا في ايه؟ انتوا سايبين نفسكم شويه كومنتات الفكر الملحدين اللي قاعدين ايه القرف ده؟ مكان سياحي زي المتحف وخصوصا قدام السياح. فعلا احنا هنحافظ على السياح ونسيب الدين بتاعنا؟ يعني احنا هنزعل ان واحد بيقرا قرآن تمام ونحافظ على السياح؟ الاماكن دي مخصصه للزيارات والتعليم مش للدعوه والاستعراض، وده ممكن يدي صوره سلبيه عن احترام القوانين والنظام في مصر. شوفوا الخبث، شوفوا اللؤم في الكلام. المتحف مكان اثري وسياحي رسمي وبيمثل مصر قدام العالم، فمفروض يكون في احترام وهدوء وممنوع اي تصرف
ممكن يتفهم على انه دعوة دينية او طقوس او يضايق الزوار، خصوصا السياح اللي جايين من ثقافات واديان. انت لو ركزت في فيديو هتلاقي في سياح بتصور، هتلاقي في سياح عاجبهم انت لو واحد بيغني في المتحف، او حتى بيرقص. الراجل اللي باس مراته في المتحف من كام يوم طلع ترند وكل مصر بقت بتسقف له، وهو عمل ايه؟ باس مراته بس في المتحف. انت ده واحد بيقرا قران خلاص بقى شيء استغفر الله العظيم. واحد تاني بيقول ايه؟ ده المفروض يتمنع يدخل متحف تاني، ده خلاص. يعني عاوز يطلع ترند مثلا، ولا عاوز ينشر الافكار الظلاميه المتطرفه؟ يعني انا مش شايف والله ان كبرتوا الموضوع ودخلتوه في سكك تانية. انتوا لو يعني لو الواد ده وحش، لو الشخص اللي قرا القران ده وحش، انتوا كده بالتعليقاتكم دي بتخلوا اي بني ادم عاقل يتف عليكم. انتوا ازاي؟ ايه الكلام اللي انتوا كاتبينه ده؟ افكار ايه وبتاع ايه وزفت ايه؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ سوء الآية بتاع فرعون هي اللي قلبت الدنيا كده. انتوا فرعون اولالكم من القرآن الكريم. انتوا فرعون اولالكم من انتوا في ايه؟ يعني انتوا خايفين على مشاعر فرعون وهو راقد ومتحنط ومش عارف ايه وبتنتقدوا القرآن الكريم، بتنتقدوا واحد بيقرا قرآن. استغفر الله العظيم. واحد بيقول ايه؟ بلاغ واسكان غير مصري يترحل فورا ويمنع من دخولها تاني، ولو مصري يحاسب، لأن هذا قد يجعل جهات تغير مننا وتكرهنا، وخاصة بعد الافتتاح العظيم للمتحف الكبير الذي من المتوقع أن يرفع إيرادات مصر في السياحة. أن هناك الكثيرين من حولنا يحقدون علينا ومن أي تقدم مصري. أنا أشك يا شريف فريد أنت مسيحي، تمام؟ أنا أشك إنك عندك وطنية، يعني أنت مسيحي، تمام؟ أنت شريف فريد، ف 90% حضرتك مسيحي. فليه بتعلق على شاب بيقرا قرآن كريم؟ ليه بتضغط او بتحض على الكراهيه للشاب ده؟ يعني ليه احنا نحكم على شاب زي كده لو قال مثلا كلام بيحض الناس على كفر، قال مثلا كلام ارهابي، قال كلام ده قرآن كريم يتقرا في اي مكان وفي اي وقت وفي اي زمان. ده قرآن كريم فيه ايه؟ يعني انا مش فاهم ايه الزيطه دي كلها. كبرتوا الموضوع وعرضتوه جامد. واحد تاني عمرو الشام، الولد ده اكتر حد بشوفه يدور لايكات وشهرة انه ما عندوش قبول، سبحان الله، بعيدا عن الجانب. بص يا عمرو، يدور، انت مش مصري، انت مالك؟ بجد والله انت مش مصري اصلا، انت مالك؟ بعيدا طبعا عن الدين، وانت مالك؟ واحد بيقرا قرآن في مكان مصري، تمام؟ مصريين ترد عليه. فين امن المتحف عشان يقبضوا عليه؟ لو الامن مش كان حازم من اولها، بكره المتحف هيتقلب موقف شعبي، وكل من هب ودب بنفسه يعمل حاجه هيعملها هناك. ومش بعيد نلاقي 2 يفتعلوا خناقه بصوت عالي بالمطاوي قدام الاجانب عشان يقول لك بصوا دي مصر. بص يا مدام شيرين، معرفش ديانة حضرتك ايه، بس هو حضرتك مكبره الموضوع جامد بجد والله. يعني حضرتك لو جوز حضرتك كان بيزغزغك في المتحف واتصورت وطلعت ترند كان هيبقى الموضوع جميل. اما بني ادم بيقرا قرآن او بيقرا شيء محترم او بيعمل شيء لائق او شيء جميل، لا لازم كلنا ننتقده ونصرم زي ما حضرتك مصروعه كده. انا معرفش ايه كميه السخافات دي، ايه كميه التعليقات دي، ايه كميه العبث الكونتات دي عاملاه. انا معرفش في ايه. بني ادم قرا قرآن كريم في مكان، ممكن الشخص يكون غلط، يعني احنا ممكن يكون ده مخالف للقوانين او للعادات والتقاليد والكلام، نكلمه او نتكلم كلام بالراحه، اللي هو احنا نعرفه ان هو غلط في 1 2 3 بالراحه. اما الكلام ده انت حولت الواد لارهابي، انت حولت الواد ان هو بينفر السياحه وبينفر السياح وقاصد فرعون. ليه؟ احنا هيجي لنا ايه من فرعون؟ احنا خلينا نعمل حتى يا اخي لاخرتنا. يا اخي كل اللي سمع القرآن الكريم في المتحف خدوا ثواب كفايه. السلام عليكم.